الأحداث اللي تصير بهذه الأيام، هذه الأحداث أماطت اللثام عن كثير من الشخصيات المزيفة. وصفت لك بأن الحرب، بأن أمامك أنت أمام المذهب. الآن من تريد تشوف سهام العدو تتجه على اليمن، تتجه على هذا المذهب، فتشوف بأن أنت مستمر على منهاجك، مستمر على تضحيتك، مستمر على هذا الطريق الصحيح. هسه واحد يقول لماذا أصابها الأمة هذا الأمر؟ يقول مصارع العقول عند بريق المطامع. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعطي للأمة ضمان، قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدي أبدا. يقول أحدهم إن النبي غلبه الوجع، وقال عمر بن الخطاب بأن دعوه إنه يهجر، وحاشا للنبي. وهذه أقوى كلمة في التاريخ بحق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. شوف، يخالف القرآن جهرا. قالوا حسبنا كتاب الله. زين أنتم تقولون حسبنا كتاب الله، من جانب تتهمون النبي، والقرآن يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف الأمة انضربت مصلحتها، مطامعها كثرت، شاف الأمر ما يخدمهم، لأن إذا يولي علي بن أبي طالب عليهم، علي بن أبي طالب ما عده على حساب المحسوبية وعلى حساب القرابة، لا، شعارهم شعار المنهج الإلهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلكم أحسنكم عند الله هو الإنسان المتقي. وهذا الأمر هو أمر منهاج السماء. الآن الله تبارك وتعالى لماذا جعل بأن الخليفة ينصب من قبل الله؟ ينصب لأن الأمة ما تقدر تميز. الآن إحنا اللي جالسين ما نقدر نميز منو أقرب واحد بين رب العالمين، لأن التقوى مسألة قلبية، والإنسان بالخفاء ليس كما في العلن. الإنسان أكو عبادات عنده في الخفاء ما مظهورة. كم من شخص معروف في الأرض، لاحظ هذه النقطة مهمة، كم من شخص معروف في الأرض مجهول في السماء. شوف جزء الناس تعرفه في مجال الخدمة، في مجال معين أمام الملأ ينظر له الناس بالتقوى، هو مجهول عند الله تبارك وتعالى. وكم من شخص مجهول في الأرض ما حد يعرفه، ما حد يدير له اهتمام، يريد له مكان يقعد به بالمجلس يجوز ما حد يدن عنه. يقول معروف عند الله. لذلك يقول لا تستخفن أو تستحقرن شخصا عسى أن يكون هذا وليا من أولياء الله. فإذا التقوى والإنسان المتقي ما ينقاس على أساس عمامة وزي ومظهر خارجي، لا، على أساس التقوى، على أساس المسألة هاي مسألة قلبية. لذلك هذا تشوفه بينقل بالتاريخ، يأخذ سلمان المحمدي يحمل معه بعض الأغراض وهو ما يعرفه بأن هذا والي عند علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن ما عمل بالمظهر الخارجي، ما عمل بالمظهر اللي يتصنع به أمام الملأ. شوف منهجهم الآن طريق الحق. تشوف إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمامي الصادق اليقيني. تشوف شعارات دائما بها جانب تقوى، جانب دفاع عن الإمامة، عن العقيدة. بينما الطرف المقابل شو يقول؟ املأ ركابي فضة وذهبا إني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا. هم يعرفون بأن علي بن أبي طالب. لذلك تقول الرواية عندما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه ووصل نهر الفرات، يقول وأراد أن يغترف ليشرب الماء، ناداه منادي أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ رمى الماء من يده، رجع. هذا الشاعر يقول ردوا عياله من العطش يوما وقام وصاحب صوت للتوديع قوما. يقول وصل يمهن، يقول أخذ يستريح ويودع العائلة،
قال عمر بن سعد: اهجموا عليه ما دام منشغلا بعياله، فوالله لو فرغ إليكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. هذا ابن قتال العرب، يعرفون من هو الحسين، ولكن المصارع، الإنسان المطامع عفوا تغلب عليهم. فإذا نرجع إلى الآية القرآنية المباركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول هذه بعد معركة أحد، عندما أذاع الشيطان بمقتل النبي، عندما ضرب خالد بن الوليد على رباعيته، يقول أذاع، يقول كثير من الشخصيات ما 3 أيام ما موجودة. يقول ذهبوا يدزوا عبد الله بن أبي وعبد الله بن جدعان يطلبون الأمان من أبو سفيان. شوف إذن أكو نفس بأن هم ما دخلوا للإسلام، ولكن تشوف مصلحتهم الشخصية انضربت. إن الناس عبيد الدنيا كما يقول الإمام الحسين، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه أينما درت معايشهم. يحاول يفصل الدين على تركيبة حياته، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانه. يقول بعد 3 أيام إجوا، قال لهم النبي: اتخذتموها ذريعة يا عثمان؟ أنا النبي وأموت حال الأنبياء اللي سبقوني، إنك ميت وإنهم ميتون. أنا ميت وأنت تموت، إحنا كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان معرض إلى الموت. أنتم هذا دليل بأن أنتم ما دخلتوا إلى الإيمان ما دخل إلى قلوبكم. لذلك أنتم على شفا حفرة، هذا أقدامكم على وحل، ماكو عقيدة. فإذا هذا الصراع وهذا الطريق يحتاج إلى ثبات. يريد يبين لهم بأن أكو هذا غربلة وأكو اختبار، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هذا بغربلة، بتصفية. الإنسان لابد بأن يظهر على حقيقته، لأن إحنا الآن من ترجع إلى التاريخ تجد بأن المسلمين في معركة بدر كانت الغلبة للمسلمين. الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك. يقول بأحد كانت الغلبة على المسلمين. لماذا؟ يقول إحنا ذا المسلمين كل نصر بنصر ما راح نميز أولا صاحب العقيدة الصحيحة، 2 راح يطلع عندنا قيادات كثيرة وشخصيات كثيرة تشوف كلها تدعي بأن هي شجعان وقياد. ليش؟ لأن ما يتميز بأن ماكو ثبات. لذلك علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج عمر بن ود العامري وطلب أحد ليخرج له للقتال، شي نادي عمر بن ود؟ قال لهم إنكم تزعمون بأن من يقتل منكم يذهب إلى الجنة، فليخرج لي رجل منكم لأقتله ويذهب إلى جنتكم. وانتم مو تقولون اللي يروح للجنة؟ خلي يطلع واحد حتى أقتله ويروح. يقول ما حد تكلم، ذهب خرج الإمام علي. لذلك النبي ماذا قال؟ خرج الإيمان كله إلى الشرك كله. شوف نقطة النبي. لذلك إن ضربة علي يوم الثقلين، شنو هذه النقطة؟ بأن هذا يابا ترى هذا الصراع أزلي مستمر في كل زمان وفي كل عصر، هذا ما بين طريق الحق وطريق الباطل. ولكن تشوف إذا إن كل نصر بنصر ما راح يتميز، راح تلتبس علينا المنافقين والإنسان اللي دخل إلى الإسلام عنوة. وإذا جاءك المنافقون قالوا نعلم إنك رسول الله، مو يجون يقولوا له إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. يعلم، ولكن بأن داخل المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة، بأن أمام المجتمع درع، كأنهم الآية سورة المنافقون كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. شوفهم ديكورهم بالإطار الخارجي، شوفوا يتكلم بكلام الإيمان وكلام المسلمين، ولكن
في داخل النفاق معشمش، اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة بمعنى الدرع أمام المجتمع. لذلك تشوف هذا الصراع عزل. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعطي ضمانا للأمة، ولكن الأمة قابلت النبي بهذا الاتهام، وقابلت النبي بهذا الاعتداء. لذلك فد يوم من الأيام يقول زيد الشهيد بثورته، يقول سئل شخص قال خلنا نحرج زيد الشهيد بالمجلس أمام الملأ، وأسئل ما هو رأيك بالشيخين؟ إن أجابني بجوابه العقائدي أمام الملأ راح تنتفض عليه الدولة الأموية وتسرع بقتله ونتخلص من زيد الشهيد. وإذا لم يجيب بجوابه العقائدي ورأيه بالشيخين، يعني جاوب جواب منافي، فأصحابه راح يتركوه. يقول سأل زيد الشهيد قال له سأجيبك في وقته. زيد الشهيد بمضمون الكلام قال أنا راح أجاوبك بالوقت المناسب. يقول من ضربوا زيد الشهيد بسهم وجابوا الحجام، قال لهم هذا ما راح يبقى، أرسل على ذاك الشخص قال له شوف هذا السهم، أنت مو سألتني برأيك بالشيخين؟ قال له نعم. قال له شوف هذا السهم، قال له ما به؟ قال إن هذا السهم من الشيخين، الشيخين مو يمه، بس أول من أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. مو إحنا نقرب زيارة عاشوراء، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. بعد شنو المقاطع الأخرى؟ دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. إذن شوف الأمة، ولكن الأمة ذهبت إلى مطامعها، ذهبت إلى مغرياتها. يا صفراء يا صفراء ويا بيضاء غري غيري أمير المؤمنين. ولكن شوف الأمة يبقى بصراع نفسي. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أخرج مأثوما بقتل حسين بن عمي والمصائب جمة ولي في الري قرة عيني. يقولون إن إله العرش خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون، شوف الازدواجية، فإن صدقوا فيما يقولون فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فقد فزنا بدنيا وملك دائم الحجلين. أكو ازدواجية. الإنسان يقع في بعض الأحيان في مفترق طرق، إما أن يكون أو لا يكون. وكم من قدم زلت بعد ثباتها. ليش؟ الإنسان هذا الغربي يشتغل. أمير الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لتغربلن ولتغربلن ولتغربلن حتى تصوتن صوت القدر من القنا. يقول من قد الجدر هذا من جدر الطعام، من قد ما تضمر به النار ويصير به سواد من الأسفل، يقول بقدر هذا يتعرض المجتمع إلى التصفية والغربال. فهذا إلى الآن موجود هذه التصفية. شوف الآن الإنسان لابد أن يلتفت بأن الأمر هو صراع ما بين الحق والباطل، صراع ما بين من يمثل طريق أهل البيت ومن يمثل طريق الباطل. النبي قال لهم لا أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كل شيء ما أريد من عندكم عدف. ابنتي فاطمة وهاي العائلة تعتنون بها، ولكن مجرد أن غمضت عين النبي بعد أن فاس طري النبي بدأ الاعتداء على هذا البيت. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة. شوف بدأ الاعتداء على هذا البيت. هسه واحد يقول لماذا خرجت الزهراء سلام الله عليها إلى الأمة عندما جاءوا إلى دارها؟ تقول بأن أرادت توصل رسالة إلى الأمة بأن أنتم كنتم جالسين إلى جنب أبي، وكان يقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. أنا فاطمة ترى، شوف فاطمة الزهراء اللي تعتني بجارها، تعتني بأقربائها، تشوف
تسأل عن جارها، تسأل عن أصحاب الناس اللي مجاورة إلهم. هذا العطاء الحقيقي. شوف الزهراء سلام الله عليه اهتمام إلها كثير من الاهتمام بجارها. الآن احنا لابد أن نأخذ ونلتمس من قضية الزهراء الاهتمام بالمجتمع، لأن احنا بدينا نفقد كثير من القيم والمبادئ. الإنسان لابد أن يلتفت بأن هذا المجتمع لابد أن يتمسك بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي أرادها الله تبارك وتعالى. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: ليس حسن الجوار كف الأذى، وإنما حسن الجوار الصبر على الأذى. أنا لابد أن أتحمل في جانب، والجانب الثاني بأن أنا إذا صار عندي بناء ما أسد الشارع أسبوعين ومخلي أنقاض بباب البيت وساد الطريق. والله عندي بناء، عندك بناء، أجي أشتغل على قد إمكانيتي، ما أجي أسد الشارع. عندي أبناء أخليهم يوخرون الأنقاض عن الطريق، بأن ما أخلي عرقلة، لأن أكو شخص قد يكون مريض يريد ينقلونه إلى المستشفى، قد يكون أطفال يتعرضون، أطفال بالباب وهذا يطيح يتعرض إلى أذى. لابد أن أنا أخف أتمسك بالأمور والأخلاق. لذلك يقول من الأمور اللي الإسلام يحث عليها وتعتبر من الأمور المهمة ولها الجزاء والفضل الكبير هي إتاحة الأذى عن طريق المسلمين. هذا تعتبر إتاحة أذى. الإنسان لا يتناقض بتركيبة حياته بأن أنا أصلي وما ألتفت لهذه الأمور، أذهب إلى مجالس الحسين، لابد أن أتزود من كل شيء من الحسين، من الزهراء سلام الله عليها في دارها. يقول تسأل عن أقربائها، عن جارها، تشوف منو اللي نايم بدون طعام، منو اللي ما عنده ثوب. في ليلة زفافها يقول أهدت ثوب زفافها. يسألها النبي: لا، إذا جارتنا بعد ما عادها ومحتاجة واليوم زفافها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا تجارته مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. وتشوف الآن المقام علما في كل مكان، مقام في نفوس المؤمنين موجود لأهل البيت. هذا العطاء لابد أن يكون إلى نتاج. وتشوف الأمة المنقلبة، الأمة التي تحمل الازدواجية، بدأت تعتدي على هذا البيت بأن آذوها، كسروا ضلعها، غصبوا حقها. تشوف بدأ الاعتداء على هذه الأسرة، وأول شرارة بدأت على هذا البيت من الزهراء، مأساة الزهراء. تقول الرواية: بعدما جهزها أمير المؤمنين سلام الله عليه ودفنها في ذلك الليل، أخذ يخرج يقرأ القرآن عند قبرها، هومت عيناه بالنوم وإذا بالزهراء بالمنام. يا علي ارجع إلى الدار، فإن زينب والحسن والحسين استيقظوا من النوم مرعوبين، والدار خالية مني ومن. رجع أمير المؤمنين المن إلى داره، وجد السيدة زينب جالسة في حجرة الزهراء تقلب في ملابسها. ها بنيتي زينب، يما ما لقيناك، ما لقيناك، طبينا المكانك ما لقيناك. يما وذكرناك بالليل فزين، وذكرناك. يما وين وداك، وين وداك، أنا مدري زمان وين وداك. قول أنا اش كثير مشتاق أشوف أمي وراها وآهي قطع بقلبي، وراها
تمنيت ترجع طفل والكون وراها وتهمني وتنشد علي وتهمني وتنشد علي. بعد شو تقول العقيلة زينب؟ ادقلها يما روحك الحمامة تحوم وتدور وتنادي عليك يما وين صرت يما ظل تصورك كل كتر بالبيت يما هنا قمت هنا قعدتي. أمير المؤمنين جلس يبكي وضع رأسه في بين ركبتيه يقول بهذه الأثناء حس بوجود يد ناعمة تمسح الدمع عن عينه. رفع رأسه وجدها العقيلة زينب. بنيتي أنت يتيمة صغيرة تريدين من يصبر عليك، أنت تصبرين علي؟ يا أمير المؤمنين لماذا لم ترد هذا الموقف للعقيلة في كربلاء عندما هجمت الخيل عليها؟ تقول والله من يرقى السبوق ويقطع البار ويوصل عدل ويا الفجر لو طار. تريد من يصل بالخبر إلى أهلها إلى بني هاشم، من يرقى السبوق ويقطع البار ويوصل عدل ويا الفجر لو طار. يا بلا